نحن في هذه اللحظات نشهد لحظة تاريخية. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجة. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. نحن في هذه اللحظات نشهد لحظة تاريخية، نشهد وإياكم افتتاح هذا المشروع الإنساني، مشروع مياه ردفان بميفع. تلاحظون الآن الماء وصل من الوادي إلى خزان المياه، وهذا الخزان سينقل إلى القرية. الذي يأتي بلفتة كريمة من الأستاذة ريم الحيمد المهرية حفظه الله، ومن معها من الأخوات في فريق المبادرات الإنسانية والمبادرات الخيرية، وبسعي حثيث من أستاذ المشاريع الإنسانية في مديرية ميفع الأستاذ سعيد الشماسي، وبتعاون وتكاتف من عاقل حارة منطقة ردفان شيخ قبيلة البامطروح الشيخ سعيد بن سالم بامطروح، وكذلك بتفاعل كبير من أبناء وشباب ردفان الذين حقيقة أبهرونا بهذا التفاعل، هذا التجاوب من أجل إنجاح هذا المشروع الذي تعود مصلحته إلى الجميع. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. نضيء بنورنا الدنيا وننشر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. والحمد لله اليوم تم توفيقنا بنجاح مشروع جديد من سلسلة من المشاريع التي يقوم بها الأخوات فعالات الخير عبر الأخت ريم حيمد. والحمد لله اليوم تم تدشين هذا المشروع في مدينة ردفان محافظة حضرموت، وهو ضخ المياه من الوادي إلى الخزان، ومنها سيتم توزيع إلى البيوت إن شاء الله لحظات القادمة إن شاء الله. ونشكر جميع الشباب المساعدين في هذه القرية والتعاون معنا في هذا العمل الطيب، وجزاكم الله الخير وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر قناة أقرا على تفاعلها ونزولها إلى موقع خزان الماء منطقة ردفان. وفي الحقيقة نحن نشكر فاعلين الخير بواسطة الأخ ريم الحمدان من محافظة المهرة على جهودها وتفاعلها لتنفيذ هذا المشروع مع الفاعلين من دولة الخليج العربي. وفي الحقيقة هذا المشروع جميل جدا ويستفيد منه ما يقارب 3000 نسمة من منطقة ردفان. وهذا المشروع بيكون خير مساعد للأسر التي ينقطع منها مياه الشرب من المشروع العام عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت. هذا المشروع سيكون عامل مساعد لتوفير مياه الشرب للمواطنين. وبهذه المناسبة أوجه شكري وتقديري لكل آبائي وأخواني الذين تفاعلوا مع إنجاح هذا المشروع، وأوجه نداي لكل من هو غيور من أبناء هذه المنطقة الحفاظ على هذا المشروع. هذا المشروع ثمرة من ثمرات المستقبل لنا ولأسرنا، ونحافظ عليه مثل ما نحافظ على حدقات عيوننا. نشكر الأستاذ ريم وكل من تصدق في هذا المشروع الخيري، ونشكر الشيخ سعيد سالم بامطروح والأستاذ سعيد الشماسي، ونشكر الشباب الأخوة اللي قاموا بالتطليع المواد للخزان، ونشكر كل الأخوة الذي قاموا بمساهمة هذا المشروع الخيري لأبناء منطقة ردفان.
كنا قليل نستصعب الامور حكم الارتفاع الجبل وهذا، لكن الحمد لله ربك سهل من الشباب وقاموا باطلاع المواد وكل شيء، والان الحمد لله المشروع ناجح 100% ان شاء الله نقول. والله الشباب والاهالي فرحه لما قمنا بتطليع المواد هذا فرحانين قدام ما يوصل لما الفرحه. كيف كان الاهالي من قبل؟ كيف كانوا يعيشون في ظل تعثر مشروع؟ كانوا يعيشون والله في ازمه ماء وتعابه، يوم يجي ماء بعد اسبوعين ما يجي ماء، والان الحمد لله قاموا المصدقين وساهموا في المشروع هذا. اذا هذا حلم كنا ننتظره من سنين الماضيه، الحمد لله اليوم بدا يتحقق رويدا، ونشكر على الاستاذه ريم الحيمد صاحبه اللفته الجميله لهذه القريه التي عانت طويلا من شحة المياه، واليوم اليوم الناس تتبشر بخير بهذا المشروع الجميل. نشكرها من أعماق القلب ونوصل لها سلام حار جدا من الأهالي، من الأمهات والأخوات والأبناء والآباء على هذه اللفتة الجميلة، ونشكرهم على دعمهم وعلى وقوفهم معنا بهذه المبادرة الجميلة. نشكر فعاليات الخير ونشكر الأستاذ سعيد الشماسي لما قدم لنا واشتغل على هذه الفعاليات. نحب أن نقول احنا فرحنا بهذا المشروع، نشكر فعاليات الخير على تقديم هذه الخدمة وإقامة هذا المشروع، ونشكر الأستاذ سعيد الشماسي هذا السعي، والحمد لله رب العالمين.